ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة الغريبة بطريقة سهلة قوي. تطلع معاكي ازاي بالشكل ده ومش مشققة وماسكة نفسيها وناعمة وبتدوب في البق كده دوب ومش بتلزق في البق، ودي اهم حاجة فيها اللي هي ما تكونش بتلزق في البق. بصوا مرملة ازاي، رملة تحطيها زي ما قلتلك في بقك كده تدوب دوب ومش بتلزق في بقك، ودي حاجة مهمة اوي فيها. معانا كده هنشتغل بقى في كوبايتين من السمنة. كوبايتين كبار من السمنة اللي لونها أبيض، مش عايزينها لونها أصفر، ودي حاجة مهمة فيها لأن السمنة الصفرا هتغمقها وهي أصلا أصلها بيبقى لون اللي هو الشقري. وهنحط لها كوباية كبيرة من السكر، نفس الكوباية اللي عايرنا بيها السمنة هي اللي هنعاير بيها السكر، هي اللي هنكمل بيها بقية المكونات. هنضرب بقى السمنة كده مع السكر كويس جدا لحد ما تبقى كريمي خالص وكلهم يتجانسوا كده مع بعض. كان بايديكي او بالمضرب او بالعجان، هي واحده حاجه سهله قوي، مش محتاجه برضك لو انتي مش عندك عجان ما تقوليش ان انا مش عارفه اعملها، سهله بسيطه. وننزل عليه بياض من البيضه. والصفار هعمل بيه ايه؟ بالصفار استعمليه في اي حاجه تاني، يعني لو انتي بتقلي بيض حطيها معاها، مفيش حاجه بتترمي ان شاء الله. ومعانا كده فانيليا، كيس فانيليا اللي هو بيتباع ده، لو عندك فانيليا سايله حطي ربع معلقه من الفانيليا السايله. الفانيليا السايلة ما تكتريش منها، ربع معلقة بالظبط عشان هي جديدة بتمرر. نضرب بقى كده الفانيليا مع البياض البيضة مع السكر مع السمنة، ونقلب بقى كده العجين لان خاطر نقلبه كده بالمعلقة، لان المضرب بيبقاش مش بيوصل للعجين من تحت، فالسكر طبعا ممكن يبقى فيه حتة فيها حاجة وفي حتة تانية مفيهاش، فلازم تقلبهم مع بعض كويس جدا. معانا كده 3 كوبايات من الدقيق، نفس الكوباية قلتلك اللي هنعاير بيها السكر هي اللي هنعاير بيها السمنة، هي اللي عايرنا بيها الدقيق. هننزل ب3 كوبايات كبار من الدقيق، ومعاهم معلقتين كبار من الدقيق، يبقى 3 كوبايات كبار وعليهم معلقتين من الدقيق كبار، ورشة من الملح، ودي مهمة قوي. بس ضربت بس ضربتين كده عقبال ما جبت المعلقتين، يعني معلقة وعبيت بيها الدقيق، حط زي ما قلتلك معلقتين كبار من الدقيق. هخليها بس العجين يلف يا دوبك لفتين كده بالظبط، وبعد كده بقى هكملها انا بايديا. همسكها بقى ايه، مش تعجني يا دوبك بس نلم العجين، يا دوبك تلميها كويس جدا تبقى معاكي بالشكل ده. تعرفي ازاي اللي هي خلاص مظبوطه، مش محتاجه اي حاجه ولا محتاجه سمنه ولا محتاجه دي. امسكي كده حته من العجين وامسكيها كوريها بين ايديكي ودوسي عليها، لو ما شقتش معاكي تعرفي ان هي مظبوطه. وعايزه اقولك ان المعيار ده مظبوط بالشعره، مش هتحتاجي ما شاء الله تدوري بعديه. وزي ما انت شايفه كده ما شاء الله مش محتاجه اي حاجه. امسكيها بقى كوريها كده وحطيها بقى في صينيه، وامسكي بقى زوقيها بالحاجات اللي انت عندك. لا في اللي هو الخرز بتاع الغريبه اصلا، امسكي حطي عليها بعد ما تكوريها. وعندك بقى فول سوداني، عندك بقى زبيب، عندك اي نوع من المكسرات، لوز، بندق، عين جمل، اي نوع بقى انت عايزه تحطيه حطيه، او اي حاجه المتوفر عندك يعني حطيها. هيبقى معاكي بالشكل ده. لو عندك كمان اللي هو الكريز اللي هو لونه احمر اللي بيبقى عند بتاع الحلويات، حطيته بردك بالشكل ده. هندخلها بقى على فرن 100 درجة، مش بتبقى عايزة حرارة عالية. تبقى معاكي باللون الشقر ده، خلاص تروحي مطلعاها. بتاخد من حوالي من 10 ل 12 دقيقة. زي ما قلتلك هي بتطلع بيبقى لونها فاتح مش بتغمق، ما ينفعش تسيبيها كتير، هتطلع معاكي بالشكل الجميل ده. بصوا ما شاء الله، والزبيب كمان محمرش لان هي زي ما قلتلك ما بتعوقش في الفرن. هنقسم بقى كده بص هقسمها بردك قدامكم تاني للمرة التانية، انا قسمتها قدامكم مرة بس هقسمها لكم بردك تاني. بص زي ما قلتلك مرملة وما شاء الله جميلة جدا. معاكي بقى ما شاء الله، هي بترمي معاكي حلو، يعني بتعمل الكمية دي هتعمل معاكي ما شاء الله عدد حلو يعني مش قليل. و... وكل سنة وانتم طيبين. بص حاجة كده تحفة جدا.